مساء الفل على حضراتكم، حلقة جديدة مختلفة من بودكاست استغماية. ضيفتنا النهارده حد انا اتعلمت منه كتير جدا، حد انا بحبها جدا جدا وبحب اشتغل معاها جدا. طول الوقت بحس انه في حاجات بتستفز دماغي كده، نطلع بجد حاجات خطيره يعني. فيعني انا ممتن جدا انك جيتي يا ايما بجد. يعني انا اتشرفت جدا يا احمد بالفرصه دي، ويعني اتمنى بس ما تكعبلنيش في الحلقه وان شاء الله خير. انا يعني ايما شاطره جدا، وحتى في الحاجات اللي علاقه بالاكسسبيليتي والاتاحه حد يعني بيطلع بره الصندوق ويفكر ونتكلم شويه في حاجه وارجع الاقي جابت حاجات خطيره ما شاء الله يعني. بجد انا كنت لسه بحكي لهم عن نشاط عملتيه انت اللي هو بتاع بره المجموعه، واللي هو الحاجات بدل ما بنلزق على ظهر الناس مثلثات ومربعات عشان يلاقوا بعض. انت عملتي حاجه مختلفه، كروت وجواها نفس المربعات بس بشكل بارز، نفس الاشكال الهندسيه يعني بشكل بارز. صنفره. والملمس بتاع الحاجات من جوه كان انا فاكر كان مختلف. حاجات كان ورق كرتون، حاجات كان حاجه خشنه كده مش فاكر اسمه ورق ايه. فبجد لا برافو، يعني طول الوقت حاسس انك بتعملي حاجات خطيره. شكرا يا احمد، يعني انت دايما بتشجعني. ربنا يخليك والله بجد شكرا. طيب يعني كما العاده احنا بنبدا دايما نرحب بالضيوف ونشربهم حاجات. ومش بنسالهم هنشربكم ايه، اوكي بنفرض عليهم حاجات. اوكي فاحنا هنفرض عليكي حاجات وانت ماشي المفروض تعرفي ايه نوع هذه الحاجات. اوكي يلا بينا. يلا بينا. احنا هنا زمايلنا جابوا لنا 3 انواع عصير اوكي على الترابيزه. ال3 انواع دول المفروض ان هم مختلفين وفيهم تشالنج، يعني ان احنا نعرف ايه هم. اوكي العصير ده هو من العبوه التي يوجد بجانبها شاليمو. اوكي حلو اللغه العربيه اللي داخله في ماشي. فاحنا المفروض بقى نحاول نفتحها أيوة. وندوقها ونعرف ايه هي. أوكي. انا هخبط لك عند اول هم حاطينهم هنا بالعرض، فاحنا هو انت هتدوق برضه ولا لا انا؟ انت هتدوقي لوحدك. ايه ده؟ ايوه انا دوقت قبل كده. هنا ايوه انت كده وصلتي لاول واحد. طب ماركته ايه؟ مش عارف. مش عارف بس انا مش مقاطعه يعني. طب ما نبقاش مقاطعه. انا تقريبا عرفت هو نوع ايه، مش شاليمو. اوكي اصلا الاقي الخرم بقى. مبسوطه. فاكر انت كنت انا وايمن لما كنا بنشتغل مع بعض في التدريبات يا ده طعمه غريب. ايوه زي الانشطه اللي كنت بتعملها لنا. تقريبا برتقان. يبقى ممكن برضه يقولوا لنا هو انتوا هتقولي الاجابه الصح ولا هم يقولوا لنا بره لو انت قلتي صح. يعني ده غلط. لسه ما قالوش حاجه فيبقى غلط. ممكن يبقى حاجه قريبه من البرتقال، مش عارف. وحاجه قريبه من البرتقال. يوسفي ايوه. في حاجه مع اليوسفي، في تيست حاجه كده. هو بيلسع. ايوه. لا ما تقوليش ده سان توب اليوسفي اللي بالشطه باين. لا 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 اصل انا شفت ده اجابه دقيقه بشكل رهيب. شفت الاعلان بتاعه على الكوبري واحنا جايين وحسيت هو ليه الاختراع ده، يعني ليه مين اللي جاله الابتكار ان هو يحط شطه مع اليوستا؟ نسالهم بقى لما بس هو طعمه يوسفي، اميل لليوسفي اكتر يعني. الشطه بتبقى في الاخر كده. لا ايوه في الحلق كده. حلو جدا. احنا ممكن نكمله، عندنا كمان حاجتين تانيين هنجربهم نفس المكان. برافو جدا. ده سان توب طبعا. لا بس كانت اجابه دقيقه جدا. شوف ما عشان لسه شايفاه قريب. لا بس الطعم كمان يعني. واستغربت. ماشي. فيست بيحطوا الخرم في النص، في جهينة بيحطوه على جنب. اوكي دي خبره خطيره. انا بقعد ادور عليها. ايدي بتيجي عليه لوحدها. يا ساتر. ايه؟ كوكتيل او جوافة. هو ايه؟ كوكتيل فيه جوافة. كوكتيل فيه جوافة. واضح ان الاجابة غلط. مش عارف هو في كوكتيل طب في الموضوع؟ هو في كوكتيل بس مش فيهاش جوافة، هي كوكتيل بس ما فيهاش جوافة. طب ده فيه عنب؟ لا برضو. هو طعمه كوكتيل. ماشي يعني هنديكي نص الدرجة، بس عايزة تجربي تاني.
يعني هو ده فيه يعني كذا حاجه. طب في اناناس في اناناس او عنب؟ او عنب. مفيش. طب جزر؟ خطير لو عملوا حاجه بالجزر. انا على فكره بحب البرتقال اللي بالجزر، انا ما اعرفش ليه مش بيعملوه بقى دايما. انا بحبه فيه بيور. لا قشطة. مش عارفه. ممكن لو حابه نسيبه وفي اخر الحلقه في الريفليكشن تدوقيه تاني وتعرفي هو ايه، بس بعد ما تشيلي اصل طعمه حلو ممكن اول نكمله. شفطه كانت طعمه بصي احنا ممكن نخليه جنبنا ونكمل معاه بقيه الحلقه عادي. ماشي. ماشي، بس في الاخر بقى نبقى نشوف اللي كان مرسوم على الباكت ايه. عندنا حاجه ثالثه لسه. والعصير ساقع كمان يا سلام. ايوه، انها خدمه 5 ستارز يا فندم. ايوه. ماشي. حط الشاليمو. عجبني ان انتوا مش حاطين لي الشاليمو يعني. ايوه لازم تعتمدي على نفسك. ايوه يا فندم. يا ساتر. برضو. طب ده توت او عنب؟ هو حاجه من الاثنين؟ لا. لا لا توت ولا عنب. ده صعب قوي. واضح ان انا حسيت التذوق عندي ما جاتش. يعني ممكن تكون جد بس يعني. طب خلاص الحاجات دي صعبه. وغالبا الشطه بتاعت اول واحد بوظت الحاجات. بجد. ولا توت ولا عنب. مش عارف. اصل هو مش فراوله ومش مانجا. هو حاجه غريبه عندنا شويه، هتحب نقول لك ولا؟ لا في الاخر تكتشف. حاجه على الموضه. في الاخر تكتشف. على الموضه. موضه اليومين دول يعني. الجريب فروت. فيها فروت. فيها فروت. ما هو عصير فروت. لا ده في حد بيغششك من بره. لا 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 لا, لا اسمح. طب ده سان توب برضه؟ مش عارف. وانا مش ماسكه فمش عارف. هي قالت صح. سان توب بس ما لقيتش نوع الفاكهه، فاحنا بقى ايه؟ قالت صح. لا اللي ورا هم اللي قالوا. لا هي قالت برضه. انا قلت جريب فروت. ايوه. حاجه فروت. طيب اقول لك على حاجه، احنا ممكن نختار العصير اللي عجبنا نكمل معاه بقيه الحلقه، في الاخر بقى ندوقهم تاني بعد ما نشيل الكفر. استفزتني كده. عشان ماين ست تتغير. لا انا عشان موضوع ماين ست ده كان تدريب انا باخده مع ام. انا بحاول اعرف التاني كان ايه. لا مش عارفه. خلاص خليه واختاري اللي كان عاجبك كملي معاه، وفي الاخر بقى نشوف الرسومات اللي عليه. ماشي قشطه جدا. خلاص. انا خليت اللي جنبي هو. بس انا يعني هعتبر اجابه لو احنا بندي درجات يعني اليوسفي المشطشط دي ب3 درجات لوحدها. ايوه شفت. انا يعني جبت من درجه على الأول. الشاليمو، درجه على اليوسفي، ودرجه على الشطه. ماشي. لا بس بجد برافو 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 يعني. ايوه سقفوا يا جماعه. طيب يعني انا بشتغل مصممة برامج تدريبية وبرامج تعليم غير رسمي اكتر، وكله باستخدام الخبرة يعني. مش ستايل انه الناس تقعد تسمع حاجات وخلاص. لا الناس بتخش في العاب بتختبر حاجات ومنها الناس بتتعلم سواء كانوا اطفال او كانوا كبار. يعني دي اكتر حاجة يعني ده شغلي يعني. انا فاكر لما اتعرفت عليكي اول مره كان في تدريب مؤثرين، فاكره؟ ايوه كنا في كان من project سنة تقريبا. من سنه أو هو كان أكتر. في سبتمبر 24. ايوه لا انا بقى في التواريخ جامد جدا. ايوه بس هو المفروض يعني انا وقتها كنت داخل فاسيليتيتور ايوه ميسر. ايوه احنا بجد اتعلمنا منك كتير يا احمد. تسلمي يا رب. طيب انت اصلا خريجه ايه؟ انا اصلا خريجة تجارة فرنش جامعة أوكي. عين شمس. كومون سافا. سبب يعني. كل اي حد يقول كومون سافا. زي كنت لما بدأنا فرنساوي في الثانوي كنت حاسس ان انا هتعلم فرنساوي بسهوله ولغه جميله جدا وبتاع كده. ليه يا جماعه؟ ليه الواحد لا. يتعلم لغه فيها كل التصريفات دي وكل لا ومخارج الالفاظ صعب يعني، محتاجة الاو بقى والاي والاو كلهم محتاجين يعني محتاجه مجهود. تدريب من بدري. محتاجه مجهود انا لا استطيع عليه بصراحه. لا تستطيع طبعا. مش عارف. انت عارف ان انا خريج ألسن اصلا؟ ايوه ما انت قلت بس لي. احنا عندنا في قسم الفرنساوي كان اللي بيدخلوه هم خريجي مدارس الفرنش بس.
بجد؟ مش عارف ليه ده كان بيحصل يعني في ايام دفعتي انا، ما اعرفش ده مهم. لسه بيحصل ولا لا. بس كان عددهم قليل جدا كمان. اوكي. مهم. حلو خالص. طيب قولي لي كده، انت لما بتبقي في المطبخ مثلا، انا كان نفسي اعمل لك تحدي النهارده عشان شفتك مره بتعملي سندوتش جبنه في تدريب. ايوه. كان نفسي اجيب لك جبنه وعيش وحاجات كده، بس يعني هو ما انا اخري لحقتش. سندوتش الجبنه. لا بس لما بتبقي في المطبخ مثلا، في بهارات، في حاجات بتبقي عايزه تعرفي الحاجات، مم. بيبقى سهل عليكي تعرفيها؟ لا، لا خالص. يعني في روائح ببقى عارفاها. مهم. من الشكل مش بعرف اميز قوي، غير لو هي حاجه ليها اللون مميز يعني ممكن مهم. اعرفها. مهم. بس مش دايما، لا مش شاطره يعني انا في الحته دي خالص. هنتاكد دلوقتي يعني، يمكن تقدري تعرفي. يمكن نشوف. انا بقى جايب لك هنا ايه شويه بهارات صغننه، مش كتير يعني. مم. آه كام واحده يا في احمد؟ علبه بلاستيك. هذه العلبه لونها احمر. معرفش هذه المعلومه هتفرق قد ايه في بس هنا هتاخدي اي كيس تعرفي ايه هو او ما تعرفيش يعني، عامه تطلعيه بره العلبه عادي، تحطيه في جنب بقى. دايما الاكياس مكتوب عليها، فعايزه تفتحيه قشطه، عايزه تشمي من بره قشطه. وري لي الكاميرا. هو انا دلوقتي شامه حاجات كتير قوي. افتحه ولا لا؟ لو حابه. انا وحشه قوي في الاسماء. مم. هل ده زعتر؟ اعتقد لا، لانه مفيش زعتر. ممكن تفتحيه. هو ريحته قوي يعني، انا شماء بس انا مش عارفه. طب في حاجات غريبه ولا حاجات؟ لا كلها حاجات في المطبخ عادي. طب هل دي بهارات العاديه؟ ممكن اوريها للكاميرا. مكتوب عليها بهارات. تحب نقول لا دي لا. مش بقى. دي مش البهارات. دي مش او في بهارات. كيس بهارات فراخ. مش دي. طب انا هسيبه للاخر. ماشي. هو انا هشم العلبه دي كلها؟ اللي انت عايزاه بقى يعني، وانت بقى. حاسس ان انا قاعد في عطاره دلوقتي والله بجد. بس هو اول ما فتحنا العلبه بس. الروائح كلها دخلت في بعض. تعرف بقى في المطبخ مثلا لو في دي يعني بتاعت الفراخ؟ لا. لا دي قرفه. ها عرفه. مش شايفين صراحه. هي لونها ها صح. برافو. يس. لا انتوا زعفوله دي في كده نقطه. طب تشجعهاش غير لما تجيب 3 نقط. طب انا هحط عرفته القرفه هنا بعيد ماشي هنا. زي الفل. مش دي حاجة، أنا بحاول أعرف من الملمس. من الملمس. دي حاجة طرية. ده بن مظبوط. برافو. بس داخل عليه ريحة حاجة تانية. عشان البن بيكرف يعني، بياخد ريحه من الحاجات التانيه. ده بجد. في البن بتاعي فاكراه. ده بن سواد الليل ده. شكرا. بجد بيشرب كوباية قهوة لونها أسود. تمام. مم. نجيب لك منها المره الجايه. لا صعب. مهم. كمون. هل هو كمون؟ اخو كمون. اخو كمون يا جماعه، انتوا بتسهلوا لها قوي ليه كده؟ أخو كمون. اه إيه أخو كمون؟ بيبقى قاعد جنبه دايما في علبه البهارات، يعني في الرف بتاع البهارات تلاقي كمونه جنبه. مم. احنا ممكن اسمه فيه لون، آه، يعني اسمه في اسمه لون، هو كلمتين. لون. اه كمون ايوه. كمل أنت. ها. عارف انا الحركات دي. موجود في المحلات على الترابيزه. اه صاحبتك بتساعدك من بره. دي كوسه. إيه ده؟ ما هو يا ملح يا فلفل. فلفل ايه بقى؟ فلفل؟ ايه بقى؟ ايه نوع الفلفل؟ بابريكا؟ لا. اللون. فلفل اسود. اسمر. برافو. ده فلفل؟ ايوه تقريبا. ايه طب ما عطستش ليه؟ لا ما احنا اكيد. كان معانا شطه، لو عايزه شطه احنا ممكن نجيبها. لا بس لا دي نص نقطه عشان احنا كلنا ساعدناكي. بحاول انقي حاجه. استنى، ده طري ده.
لا ده ريحته وحشه. ايه اللي ريحته وحشه في الحاجات؟ ده وفي حاجه اعشاب. لا انا وحشه قوي في اللعبه دي. وريني كده، انا ممكن اساعدك. انا هنا اهو. دي غالبا البهارات، صح؟ بهارات الفراخ. انا شميت غلط، استني. لا دي مش بهارات الفراخ، استني، انتي اخترتي قرفه من شويه صح؟ القرفه بره. القرفه بتاخد ايه بقى دايما معاها؟ امسكي كده. دايما بيقول لك عايز قرفه بايه؟ انا ما بشربش اصلا حاجات سخنه جنزبيل. اه صح، طلع جنزبيل. عيب انا يا جماعه في الشم. طب ايه نكمل؟ يعني واحد كمان. ممكن اختار لك حاجه راندم، استني بعد اذنك. اختار حاجه سهله بس عشان أنا ما هحاول الناس ما أختار لك. تفتكرش ان انا حاسه الشم عندي. انا هختار لك حاجه تانية. هو كان في كيسه كان فيها حاجه بس انا مش لاقيها. استني. هو في واحده انا حاسس ان طلعتها. انت شميتيه من شويه. شمي ده كده. ده صعب. دي بهارات فراخ. دي بهارات فراخ. الراجل قال لي كده. لا 7 بهارات. يعني انا البهاره الواحده مش عارفاها. تقولي 7 مع بعض. ده عم عماد بتاع العطاره اللي جنب البيت، فاحنا ممكن نشكره. شكرا عم عماد. لا بس برافو، يعني جبت كذا حاجه. يعني جبت 2 مثلا. يا اما يعني مش قدام الناس. ماشي. لا بس بجد برافو. على فكره موضوع الشم ده صعب قوي، يعني حتى احنا في البيت، انا هنا ساكن في القاهره لوحدي، ايوه. فمرتب بهاراتي لوحدي. ففي البيت بقى عند ماما، لو ماما مثلا مش موجوده وانا قررت ادخل المطبخ، هي طبعا منعاني ان انا ادخل. بتعمل ايه؟ لا يعني بتعب جدا فما بدخلش. طب انت بترتبهم ازاي؟ في بيتك يعني؟ في بيتنا مثلا في رف بتاع بهارات كده بلاستيك، احنا أيوة. شارينه بعلبه. ايوه. فالعلب فيهم 7 باين، علبه طويله قوي حاطين فيها الملح. 6 علب اقصر شويه حاطين بقى فيها فلفل وكمون وشطه وبقيه الحاجات. ليهم ترتيب معين؟ ليهم ترتيب. يعني انا بحط ايدي بجيبهم على طول، بطلت اشم. برافو. قعدت اشم اول يومين لما كان صاحبي جابهم، تمام، وايه خلاص بقى ما فاكر مكانهم. ايوه. لا بس برافو يعني. نعتذر عن اللي حصل في البهارات. عستفتوني في البهارات. يعني عارفه انت ليكي سوابق في الانشطه كتير. يعني دايما بتبعتينا انا في هروح حته. اتمرن بقى. لا في الانشطه بتبعتينا في حته ولا ندور عايز اروح فين. طب ما فيش نعناع كان في البهارات؟ طيب ليمون، حاجات سهله. الراجل ما كانش عنده نعناع، ولا ممكن هيتعرف، فما رضيتش اجيب حاجه فيها ليمون. اوكي. انت لما بتعملي اكتيفيتي ليها علاقه بال يعني بيحضرها مثلا اشخاص عندهم اعاقه، اشخاص ما عندهمش اعاقه، بتحاولي تفكري ازاي النشاط يكون فيه اتاحه او يكون مناسب للناس؟ بتعمليها ازاي؟ يعني بفكر في ايه نقطة القوة اللي عند الاشخاص عامة، واعمل النشاط يمشي مع نقطة قوتهم، او بالطريقة اللي تساعدهم يعملوه بطريقة كويسة. يعني مش بفكر في ايه الحاجة اللي ما يعرفوش يعملوها، بالعكس بفكر في ايه الحاجة اللي يعرفوا يعملوها. فمثلا لو حد عنده إعاقة بصرية فهو هيبقى أشطر في السمع، هيبقى أشطر في اللمس، فنقلب النشاط يبقى بيستخدم أكتر النقط القوة اللي عند الأفراد أكتر ما الحاجة اللي ممكن يبقوا مش شاطرين فيها. عايز أفكرك بحاجة، هي حاجة كوميدية جدا. فاكرة في آخر TOF حضرناه؟ أيوة. كان في حد من زمايلنا بتعمل اكتيفيتي، انها هتحاول تعمل اشارات بايديها، فاحنا نفتكر نعرف ايه الافلام. فحد زميلنا عنده فيجوال امبيرد، اعاقه بصريه، حسن. ايوه. حط نوت ان يا جماعه لا ده بتاع مش هيكون اكسسبل لو في حد عنده اعاقه بصريه من المشاركين بعدين. ايوه. في الاخر انا وحسن بس اللي عرفنا الافلام. ايوه. كان حد بيشرح لنا وقتها يعني زميلتنا بتعمل ايه. ايوه. بس كان خطير. ماشي. انا طبعا انت عارفه ان انا عندي مخزون كبير جدا من الانبهار في انشطتك. ايوه. فانا بالتالي هطلعه دلوقتي. ايوه. ربنا يستر. فانا جايب لك هديه لطيفه نلعب بيها مع بعض. ماشي. بص يا ستي، انا من الصوت كده دول ايه؟ حرام بقى. مين دول؟ ممكن امسكهم؟ ممكن، اتفضلي. في سوسته فوق ممكن نفتحها.
ده ليجو مكعبات. ممكن لو حابه تخليها جنبك على الارض وتطلعي منها براحتك. تمام. حطها في حضني. براحتك بقى، احنا هنا الترابيزه معاكي اهي، ماشي. احنا قاعدين بنتكلم، اختاري اي شكل في دماغك انت عايزه تعمليه بالمكعبات. نعم. شكل ابنيه يعني. احنا مش هنفرض عليكي حاجه لان احنا ديمقراطيين. انت عارفه. ماشي، هعمل برج القاهره. اعملي اللي انت عايزاه. يعني انا ما اعمل. ابدأ، يلا بيتك ومطرحك. ماشي، ده مش مم. هو انا ليه اخترت وانا هعمل. هو مش هيطلع برج القاهرة قوي يعني. يعني يطلع زي ما يطلع بقى. بس انا قلت ايه، هعمل هتعملي برج. برج. اوكي. برج من نفس المكعب. اخر مشروع اشتغلناه ايوه. احنا كنا ساعتها بنعلمهم حاجه ليها علاقه بازاي يقيموا اداء المؤسسه وحاجات كده. ايوه. فيلا نعمل ده ونبني بقى يا جماعه مؤشرات الاداء. بجد. فالناس طلعت شويه حاجات. مؤشر بالعكس. بيعملوا حاجات غريبه. كان عندنا ساعتها اللي هي العصيان بتاعت الشيش. ايوه. الاكل. كانوا بيعملوا بقى حاجات غريبه. بتعور. لا بس هم كانوا شايفين وقتها. طب كويس. طب انت ممكن تشرحي لنا انت بتعملي ايه؟ مش مشكله، اللي بيقع احنا هنجيب غيره يعني، ما تقلقيش، ممكن ناخد عادي تاني. ماشي. هو واضح ان هو بيتقل في الاخر، فمش احنا ممكن نزود له دعائم من تحت يعني، نعرض القاعده بتاعته. ممكن. انت ممكن تحكي لنا وانت شغاله كانت بتعملي ايه؟ هو انا اخترت مكعب. المكعبات اللي هم اها مربع، تمام. بس بحطهم فوق بعض. طبعا انت لازم تدرجيهم يعني، لازم تحطي حاجه تحت اعرض باين زي الهرم كده. ما هو اصل برج القاهرة مم. هو مدور كله لفوق. اوكي. انت عارفه انا ما رحتش برج القاهره لغايه دلوقتي. هو مش مبهر قوي يعني. يعني ما انت بقول. برج القاهره جميل. لا جميل طبعا يعني، بس قصدي هو في الاخر بتطلع كلها بقى محلات وحاجات. لا هو بتركب اسانسير كده مم. لحد فوق خالص، مم. وبس بتتفرج على القاهرة من فوق يعني. بس قصدي لو حد وصف لي القاهره من فوق انا هنبسط. كوقت يعني. مم. هو مش بياخد وقت. في حته اوبن اير فيه ولا؟ انا بحب حاجات معظم. الاوبن اير. بس الممر ضيق فبيبقى زحمة. اوكي. انا ما بحبش الحاجات الزحمه. أيوة. يعني انا بحب الزحمه ولا بحب الدوشه. كلنا صدق. صعب قوي والواحد مش. خدي بالك دي سيديهات. ايه سيديهات اللي انت بتعمليه في نفسك ده، موضوع المكعبات ده هيبقى سيديهات قدام. ايوه. ايوه. عايزة واحدة. انا بحاول اعمل. مش مشكله. انت سافرتي بره مصر كتير صح؟ اوكي. فاكره سافرتي دول زي ايه؟ لسه راجعه من ابو ظبي من الامارات. من امبارح. الحمد لله على السلامه. شكرا. اوكي. ورحتي فين تاني؟ رحت اليابان. ده فاكر قصه اليابان دي. شفت قصص. ايوه. ورحت انجلترا. طب احنا ممكن نعتبر ده بيج بان بقى. اوكي. ورحت فرنسا. ورحت اسبانيا. وايطاليا. اهم حاجه الاكل هناك. ايوه. بس وايه تاني؟ اوكي. رحت سوريا زمان قوي قبل الحرب. انا نفسي اروح سوريا جدا يعني. انا بس نفسي بقى الحرب تخلص هناك او الدنيا تستقر يعني هناك. ربنا يا رب يقويهم. طب انا بفكر ان انا ما اعملوش برج. انا كنت هجيب لك صلصال عشان يبقى الموضوع اسهل، بس حطيت لي اسهل عليكي لما ممكن نصعبها. صح. طب انا هعمل كوبري قصر النيل بما اننا هنعمل الكوبري، هنعمل البرج بالعرض بس. بالظبط. بما اننا خايفين اوكي انه يوقع. ماشي، بس مش هعرف اعمل الاسدين يعني. مش مهم يعني. او عارفه كنت ممكن اضحك عليك واقول لك هعمل تعبان واحطهم جنب بعض.
يعني لو حاسه ان انت كده اكتفيتي من المكعبات لا انا ولا لسه مستمتعه؟ انا بس عايزه اتاكد ان الناحيتين قد بعض. تمام، احنا كده كده هنسيبه زي ما هو، مش هنشيله من هنا. 1 2 3 ودي ماشي. هنا 1 هحط حتتين عشان يبقوا قد بعض. قد بعض حلو. عشان السيمترية مهمة. ايه امال ايه؟ يطلع مش قد بعض اصلا. مش كده العرض قد بعض، ايوه. الطول تقريبا قد بعض برضه. عملتي طلعه للكوبري ولا احنا كده بنصعبها؟ لا انا عملت حاجتين لفوق وسطر كده بالعرض بس. اوكي، انا هشوفها بعد ما نخلص. ماشي. حاول اسيبها لك بس ما نكسرهاش دلوقتي. ماشي لا بس برافو، يعني لو ممكن كمان زمايلنا ورا. بجد برافو. شكرا. انا نفسي تشوف اللي انت عملتيه. انا كمان. يعني بعد ما دمرنا خيالك في المكعبات. لا بالعكس، انا قعدت اتخيل انا بعمل ايه. انا بعمل لك حاجه دلوقتي تاني. بصي، كل الحلقات اللي فاتت احنا جربنا السمع مع الناس في تحدي واحد. اوكي انا عشان بحبك اعمل لك تحديين. اوكي نبدا اول تحدي. يلا استنى، بينا. انا هعمل صوت بحاجه، حاولي تقولي ايه هي. ما تخضنيش بس. تاني. دي أواشيط أو قربتي شويه. زي حاجات صغيرة. دومينو. برافو. افتحي، مدي ايدك هنا كده، دي الدومينو. امسيها هنا كده. فين؟ أهي. ايوه انا كنت بعملها لك وهي جوه العلبه. ايوه. زي الفل. شكرا. طيب انا عامل لك كمان تحدي تاني. اوكي. رحت جبت كده فويسات من ناس اصحابك من وراكي. ناس اصحابي. فاحنا بقى نشوف هتعرفي اصحابك دول ولا لا. اوكي يعني الصداقه بقى في ذمه الله. هم اللي باعوكي. اوكي. ماشي. فانا هشغل لك ريكورد ماشي وانت بعد ما تسمعي الريكورد تحاولي تعرفي مين اللي بيتكلم. ماشي. يلا بينا. الريكورد الاول. صباح الخير أو مساء الخير، مش عارفة احنا هنسمع بعض امتى، بس عايزة أقول حاجة فاكراها بسرعة لإيما. في وقت كنا بنشتغل مع بعض وهي حست إن أنا مش في أحسن حالاتي دي سارة. وقدرت ده قوي وفهمت إن لو في تقصير أو أنا مش في أحسن طريقة بشتغل بيها، إنه أكيد في حاجة مؤثرة عليا، وكانت مقدرة لده جدا. دي سارة محمد. معرفش ليه صحابك بيحبوكي قوي كده. ماشي. الريكورد الثاني. ازيك يا ايمن، وحشتيني واحب اشوفك على خير ان شاء الله. احنا اتعرفنا في ظروف شغل، وكل ما كنت بتعرف عليكي اكتر كنت بشوف شطارتك وابداعك والكرياتيفيتي بتاعتك، قد انتي شاطره في التعامل مع الناس وفي التدريب، وقد انتي مؤثره جدا. يا مبسوطه لهوي. جدا لما طلبت منك حاجه مره ما نسيتنيش وافتكرتيني، وحابه ابدي اعجابي بالكارد جيمز اللي عندك الخطيره، الكرياتيف والفن جدا. اتمنى تبقي عرفتي مين. حاسس هما بيسهلوها قوي. مين؟ ممكن اسمعها تاني؟ اسمعها تاني. ازيك يا ايمن، وحشتيني واحب اشوفك على خير ان شاء الله. دي جينا. احنا اتعرفنا في ظروف جينا شغل. جمال. ايوه انا رحت لهم من وراكي بصراحه. ايوه انا عرفت من الطلعه. طيب نسمع الريكورد الثالث. ماشي. ده اخر ريكورد معانا النهارده. ماشي. يلا بينا. مساء الخير، أنا أحب أقول لإيما إني بحبها جدا، وإني يعني كنت سعيد جدا 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 إني عرفتها في وقت من الأوقات وتعلمت منها كثير، ويعني يا رب تقبل إفهاتي لأنها ما بتحبش إفهاتي، معرفش ليه. ده محمود؟ لا. ايه ده؟ مش محمود. قصدك محمود عبد الحافظ؟ لا مش ولا محمود عبد مين؟ الحافظ. محمود ده كان معانا في سيف. هو كده مش محمود. اوكي ما اسموش محمود. لا هو محمود ممدوح، بس مش محمود اللي مسجل بجد؟ مش محمود لا. طب حد كان معانا في سيف؟ طب شغله تاني. شغاله تاني. مساء الخير، أنا أحب أقول لإيما إني بحبها جدا، وإني يعني كنت سعيد جدا 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 إني عرفتها في وقت من الأوقات وتعلمت منها كثير، ويعني يا رب تقبل إفهاتي لأنها ما بتحبش إفهاتي، معرفش ليه.
ها. مش عارفه، ياه ما تقولولوش. ياه. لا مش هنقول له. ما هو تقول- اتصدم دلوقتي. ايه ده، هو قاعد؟ ايه ده؟ ها. ما انا ما شفتش مين وانا داخله. انا. ده انت؟ بس انا عماله اقول انا عارفه الاسم ده، بس لا قلت ايه اللهجه دي. انا ده اول واخر ريكورد. قلت اسجله بصوتي بس ما رضيتش اسجله لك يعني قلت بحاول. شاطر يا احمد، شاطر. انا في الصعيدي ما اقولكيش. بس أنا- مين قالك ان انا ما بحبش افيهاتك؟ مش عارف، بحس كل مره انك بتاخدي الافيه كده يلا مش هنحرجه. لا لا، افيهاتك معقوله يعني. طب كويس انك قلتي لي في كده. مجال للتحسن بس. يعني ودنك شغاله بنسبه كويسه. ايوه. يعني انا خلاص اتصدمت لوحدي. بس لا برافو. شكرا. برافو جدا. سقفوا يا جماعه. يعني جربنا حاجات كتير مهم. ودخلنا في تحديات كتير مهم. وحانت لحظة الحقيقة. إنها الحقيقه. الحقيقة يا فندم. بس يعني أنا بجد الأول عايز أشكرك إنك جربتي كل حاجة بقلب. انا بحب التجارب قوي. بجد والله أنا مبسوط جدا بحب جدا. اعمل التجارب ما اعيشهاش بس. خلاص. أنا مبسوط إن أنا خدت يعني إيه مش هقول بطار بس يعني عملت اللي أنت عملتيه فينا كلنا. في ناس كتير قوي هينبسطوا على فكرة في الحلقة دي. انا خدت بالي، مش هعمل منشن بقى. أنا هبعت على الجروب بتاع الفاسيلتي. زي الفل. احنا دلوقتي هنشيل الماسك ونشوف بقى. اشيل. شيلي اهو وخدي وقتك، عينك ترتاح مع النور. يا كل الناس بتقول يا برضه اهو مش. النور قوي قوي. ده العصير او ده السبايسي يوسفي مشطشط. بجد نفسي اعرف مين مخترع هذا فواكه. طب ما اهو فواكه مشكله. بس انت ما قلتيش بقى الحاجات اللي جواها، انت قلتي حاجات تانية باين. انا قلت كوكتيل. قولي بقى جواه ايه، ما هو انت قعدتي تقولي لهم. ما انت جبتي 2 كده كده بس ما عرفناش ايه اللي جوه الكوكتيل. هو من الرسمه برضه مش واضح قوي، بس هو في اناناس. ايوه. فيها برتقان ومانجا. ايوه. انا ما اعرفش بقى ده موز. فروت باين. في موز وفي دراجون فروت او انا ما اعرفش ايه بقى دراجون فروت يعني، ما جربتهاش قبل كده الحقيقه. بس هم بيحطوها غريب ده. قوي. ماشي التالت كان ايه؟ التالت فروستي دراجون فروت. انه بقى اللي كان يا ساتر دراجون فروت مثلج. طب ما دوقيهم تاني كده وشوفي انه اللي يا ساتر وانه اللي عجبك. هو ده اللي ايه؟ الدراجون فروت المثلج. ده اللي عجبك ولا ده اللي يا ساتر؟ هو في الاول طعمه وحش بعدين طعمه حلو. اتمنى سان توب الكلام ده ما يوصلش لسان توب عشان بس ايه، هما في الاخر كله بقى شبه بعضه عشان دوقتيهم مع بعض. طب ما حلو البرج اللي انا الكوبري. برج ولا كوبري؟ هو كوبري بس طلع في ناحية اطول من ناحية. مش مشكلة، اول مرة تاني مرة بقى لما نجرب الدنيا تبقى احسن. ايوه. لا بس برافو. شكرا يا احمد. شكرا ليكي. قولي لي بقى انت من اول ما دخلنا، انا يعني انت ما شفتنيش قبل الحلقة النهاردة. ايوه. انا جيت خدتك من هناك وانت مغمية عينيكي. ايوه. فجينا بقى ووجهت بالصوت ووصلنا لحد هنا ولعبنا حاجات ايوه. في مشاعر بقى جت في النص. في مشاعر طبعا. في مشاعر. احكي لي بقى عن مشاعرك. ماشي. في الاول كان في حماس. كان في حماس للتجربة. وبعدين بدأت اقلق شوية. من امتى؟ من اول من وقت العصير. اوكي. مش قلق خوف بس قلق اللي هو عدم ثقة انا بعمل ايه، او يعني ان انا في element مش الاليمنت بتاعي. بس كنت متحمسة للتجربة يعني كده ولا كده يعني، عشان عارفة ان احنا في اطار لعب فكنت مفيش حاجه هتفرقع في وشي يعني. بالظبط يعني كنت واثقه ان مفيش حاجه هتخضني، حاجه هتقع من فوق كده. ده مش برنامج رامز. بالظبط. ما انا مش عارفه بقى، فرضنا كان بعتك بقى وابقى انا واحده من طبعا يا فندم دي مشهوره جدا. بس بعد كده هو مش شعور يعني، بس كنت حاسه بتحدي. فانا عاده لما بحس بتحدي ببقى
اللي هو لا انا عايزه اجيب الحاجات صح، مهم. وبعدين لقيت لان انا مش عماله بجيب حاجات صح، فكنت اللي هو خلاص بقى مش مشكله نهاف فن وخلاص يعني. عجبني قوي في لحظه كده انت قررتي قرار انا ما فهمتش يعني انت قررتيه ازاي. لو انا مش هعمل برج انا هعمل كوبري. اما حسيت ان هو كل ما عمال اعمل برج عمال يقع، مهم. وبعدين ما عرفتش اعمل بيز مهم. قويه، لان ما كنتش عارفه هو بقيه الاشكال اللي في الكيس عريضه ولا صغيره ولا ايه. مهم. فانا قلت خلاص طالما البرج هيفشل اعمل كوبري. سكة ابو زيد كلها مسالك يعني. بالظبط، يعني حاولت الحق الموقف باي حاجه يعني. وقصر النيل تحديدا يعني. وقصر النيل احنا معانا بالظبط. اسود لعبه ممكن نيجي نحطها هنا. بالظبط. ده حاجه عظيمه. طب حاسه بقى يعني ايه الحواس اللي انت حاسه اللي هو لا انا لما اجي مثلا ابني يعني اي اكتيفيتي قريب لا هحتاج اشغل بقيه الحواس دي للناس، مش هعتمد ان هم شافوا ايه وبس، لا انا اخليهم يحسوا حاجات ويجربوا حاجات. يعني انا حاسه انه النظر هي غالبا يعني اكتر حاجه صعب ان الواحد يشيلها مهم. او يستغنى عنها يعني مهم. عن الباقيين. بس انا اكتشفت ان انا حاسه الشم عندي برضه ما جاتش، محتاجه تدريب. محتاجه تدريب. بس يمكن حاسه النظر بحس ان هي بتدي ثقه مهم. للشخص يعني. مهم. بس مش عارفه بقى يعني، بس مش عايزه اقول كده عشان مش عايزه اقول ان طالما ما فيش حاسه النظر ده معناه ان مفيش ما ثقة. لا فيش بالعكس فاهمك. ما فيش ثقه يعني. بس انا بالنسبه لي بشكل علشان شخصي. متعوده مم. يعني انا شخص فيجوال قوي، مهم. فالالوان بتفرق معايا، الشيبس والاشكال بتفرق معايا، فعشان كده حسيت انه انا مهم. مش في الطبيعي بتاعي يعني. مهم. فيمكن عشان كده ايه يعني. رايك في الوان الكوبري صحيح؟ يعني هي مش متناسقة. مش متناسقة، بس هو ممكن يبقى كوبري في عالم سمسم عادي يعني. انت فاكره لما كنت بتمنى الصلصال كنت بتخيرينا في الالوان وبتسالينا، احنا ما عملناش كده المره دي. ايوه كده بصي ما تخيرنيش. انا بشوف انه الادراك بتاع الناس ربنا كده رزقنا بكباري مختلفه للادراك، وسائل مختلفه ندرك بيها. فحد زي ما انت قلتي هو فيجوال جدا بيحب يشوف الحاجه بعينيه، حد تاني بيشغل حواس تانية، فحاسس ايوه انه قد ايه بقى احنا عندنا مسؤوليه ان احنا نعمل بالانس في الحاجات واحنا بنقدم حاجات للناس عشان تبقى الحاجه اللي انت بتعمليه بشطاره حقيقي بجد بتعمليه بشطاره جدا. انا لما حضرت حاجات بجد كنت مبسوط جدا وانا بعمل ده معاكي يعني شكرا، انت عمال تكسفني من اول الحلقه. لا بجد يعني بجد اتمنى ان ده حتى يكتر حتى في الاكتيفيتي والحاجات اللي بنشتغلها بعدين مع اماكن تانية وناس تانية. ده ايوه بيفرق، فكره ان انا تفصيله صغيره جدا هتفرق جدا في تلقي الناس للنشاط. ايوه معاك حق. لا بجد شكرا وممتن قوي قوي انك شاركتي النهارده وهذا الشغف بصراحه يعني شكرا ليك على الفرصه، وشكرا على الفكره نفسها ممتعه ولذيذه، واعتقد الناس لما تتفرج عليها هتبدا حاجات تنور عندهم انه لا محتاج احط نفسي مكان شخص تاني عشان اقدر ادرك الحاجات بطريقه مختلفه. فشكرا قوي على الفكره. شكرا يا ايما، شكرا جدا ليكم يعني. انا كنت مستمتع قوي في حلقه النهارده. استنونا في الحلقة الجاية من بودكاست استغماية.